تشوف تيفي كتقول انه اخيرا غيتم فرض الضرائب على المؤثرين والمؤثرات. تشوف تيفي بعدا راه بالي حاطه على المؤثرين المؤثرات. دونك هي كجريده معروفه في يعني المهم كنظن انها دايره القوانين ديالها، وكنظن انها مع انها شركه حاله وكتخلص الضرائب. وكي كتشوف بعض المؤثرين بحال الياس المالكي وبعض المؤثرين اللي ما كيخلصوش الضرائب كتجيهم فلوس كثيره وفلوس بارده، يعني فلوس ماشي بارده، ولكن الياس المالكي تبارك الله راه كيخدم، يعني ماشي نقولوا راه باش انك دير واحد ستريم وتقعد 8 السوايع وانت غير تهضر راه ماشي سهله، الا قعدت غير ساعه باش تشد راسك وباش تكابطي راه ماشي سهل. فيما بالك عاوتاني ناس اخرين اللي عندهم خدمات في اليوتيوب، المهم الله اعلم من الخدمه، ولكن ما كيخلصوش ضرائب. دونك نكملوا لا فيديو باش نفهموا اكثر. واصحاب اليوتيوب. وانا بغيت نقول لكم بان شفت تيفي راه حاطه على هاد المؤثرين المؤثرات مؤخرا على حسب كيما خرجت ديك خيتنا كيقولوا لها اسماء بيوتي، خرجت سيدي قالت لك سيدي انا كنخسر مليون في النهار. مليون في النهار بزاف. وكل صناع المحتوى، شرح لنا كيفاش غادي تفرض الضريبه على هذه الفئه هادو، على هاد المؤثرين والمؤثرات. نعم، بالنسبه للمداخيل اللي كيدخلوا هاد المؤثرين والمؤثرات او الناس اللي كتشتغل على الانترنت، خصنا نوضعوهم في واحد السياق باش يمكننا نفهموا. من طبيعي جدا ان اي واحد كيدخل مداخيل تيخصو يدي عليهم الضرائب. هذه مساله مفروغ منها، سي يونيفرسال كما تيقولوا، هذه مساله عالميه واخ اولا كونيه، نقدروا نعطيوها هاد الصيغه هذه. كتدخل الفلوس خصك تخلص الضرائب، الا الحالات الاستثنائيه اللي كيكون هذاك الشخص اللي كيدخل الفلوس كيستافد من واحد الاعفاء عطاتو له الدوله. مثلا انت كتشتغل في مزيان، انا مع هذه كيكون اعفاء من الدوله عنده الصح، حيت هذا المجال المهم نشوف هاد السي شنو غادي يقول يكمل. معين، راك معفي من الضريبه من اجل التشجيع ديالو او شي حاجه من هذا القبيل. هاد الناس هادو باش يصرحوا بالمداخيل ديالهم خص تكون عندهم واحد الصيغه قانونيه. متفقين؟ بحالاش هاد الصيغه القانونيه؟ وخص يكون عندهم واحد التعريف ضريبي اللي من خلاله غيقوموا بالتصريح بالمداخل اللي كيدخلوا ويأديو الضرائب على حساب دوك المداخل اللي كيدخلوا. ولكن كي غيديروا التصريح كي غيديروا، لكن الغالب ما عندوش دونك باش انهم يحلوا شركه مثلا، ولا انه يدير مقاول ذاتي يخدم عند راسو ويخلص الضرائب. هذا التعريف الضريبي وما عندوش مقاوله او لا شخص ذاتي فوالا بحال هادشي كنهضر عليه، مقاوله ولا عنده شركه ولا المهم اللي تخليه انه يصرح بهذه المداخيل هذو. هنا واش الا ما صرحوش صافا دير اداره الضرائب او الدوله ما يمكنلهاش تستخلص الضرائب من عندهم؟ لا. عندنا في المدونه العامه للضرائب سنه 2024 عندنا الماده 216. الله اكبر، الماده هذه 216. الماده 216 كتكلم على المادة الفحص 216. ديال الوضعيه الجبائيه للاشخاص. متفقين؟ هاد الاشخاص هادو اللي كيمتلكوا ممتلكات سواء في العقار او اللي عندهم الموجودات الماليه في الحسابات البنكيه ديالهم. الماده 216 من الضرائب. لا بي دي اف بزاف فيها اللي او لا حتى في الحسابات البنكيه ديال الاقارب ديالهم. اذا كان هذاك الشخص المعني بالامر هو اللي كيستافد او لا فلوسه هذيك اللي في هذوك لي كونط بونكير ديال الاقارب ديالو، كالام ديالو كالاب ديالو كالبنت ديالو او الولد ديالو كالزوجه ديالو، ممكن يمشيو حتى هاد الناس هادو ويفحصوهم ويعرفوا يعرفوا منين كيدخلوا هاد الفلوس. نعم، يعرفوا منين يدخلوا دوك الفلوس. دونك يديروا الاحصاء. غادي يوليو يديروا الاحصاء عاوتاني، يحسبوا اصحاب اليوتيوب واصحاب فيسبوك. هاد الماده هذه كتقول لك واخا ما يكونش عندك تعريف ضريبي، واخا انت ما مسجلش عند اداره الضرائب، ولكن تبين بطريقه او باخرى انطلاقا من البحث اللي كتقوم به اداره الضرائب اللي القانون تيخولوا لها، تقدر تحاسبك على هذوك الضرائب اللي ما خلصتيش انطلاقا من المداخيل ديالك، انطلاقا من المصاريف اللي كتصرف. حيت السؤال هو اللي ممكن تطرح، كيفاش تعرف ان انا اداره الضرائب شحال كندخل ديال الفلوس؟
غتعرفك من شحال كتصرف ديال الفلوس. واش انت ما عمرك صرحتي اداره الضرائب بانك دخلتي 200 مليون من الانترنت وغدا شاري ابارتومون ب 200 مليون او لا فيلا ب 300 مليون او لا هذه نقطة نيشان، يعني منين راك تجيب الفلوس؟ هذا هو السؤال. سياره غاليه بزاف بواحد 200 مليون ولا 300 مليون والدوله ما استفدت معاك من دوك المداخيل حتى شي حاجه. دونك كيف ما كنقولوا بالرجوع للماده 216 من حق اداره الضرائب انها تراجع مع هاد الناس هذيك الوضعيه اللي كيتواجدوا فيها، وهذوك الفلوس اللي كيخسروا خصها تسولهم منين جابوهم. الا جابوهم بطرق مشروعه خاص يكونوا خلصوا عليهم الضرائب، الا جابوهم بطرق مشروعه هذيك مساله اخرى تتعلق بالامن وكذا الى الامور. الا ما كانوش صرحوا عليهم وخلصوا عليهم الضرائب فالدوله غادي تفرض عليهم الضريبه وتيخصهم يديوها باش يصفيو الذمه ديالهم امام اداره الضرائب. دونك ما عندكش فين تهرب. الدولة شدك يعني كما يقولوا راه كاين خفايا، يعني ناس يعني المهم دار الضريبه حاضيعك بهذا المعنى هذه ما عندك فين تهرب. بحال هاد المؤثرين كاملين كتكون لهم ضجه كبيره، بحال دابا مؤخرا كما قلنا ديك اسماء بيوتي قالت كنخسر مليون في النهار، خرجت هي صرحت بفمها قالت هي فرشت راسها. ما يمكنش. وانت شنو هي الخدمه ديالك؟ شنو كاع عندك قهوه، عندك صالون، شحال يدخل لك في الشهر؟ 5 المليون. الا دخلها الربح صافي 5 المليون ولا ما يمكنش، وانت تخسري مليون في النهار. دونك هنا فين كيطرح التساؤل. نتمنى كون جاوبت على السؤال. لا جاوبتينا نيشان، شكرا لك مرحبا. استاذ. مرحبا. دونك كانت هذه لا فيديو. المهم قولوا لنا شنو هما الاراء ديالكم. ما عرفتش هذه القضيه تاع فرض الضريبه هي كاينه في الدول الاخرى. في المغرب كنظن حتى هي كاينه غير قليله، كاين الناس اللي مطبقينهاش وكيحسب لهم بان الدوله راها غافله على هذا الشيء ولا راها ما حاضياش ولا ما. المهم كدير راسها مصنطحه بهذا المعنى هذا. دونك كل شيء راه معروف، كل شيء راه بوانتي، اي واحد راه يدخل شي حاجه باش تكونوا على بال. دونك كانت هذه لا فيديو، نتمنى تعجبكم وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك واحد المهم يبجو تبارطاجيو لا فيديو وديروا لنا واحد سبسكرايب الا بغيتو فضلا وليس امرا، ونستناو لي كومونتير ديالكم والاراء ديالكم. تحياتي.